زومبي؟ استنى يا عم، انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ مش هتصدقني لو قلت لك اننا بنتكلم بجد وان في حكومات بتتجهز للسيناريو ده اللي ممكن يكون قريب. شكلك فاهم يا نصة. وهنقول لك هي مين الحكومات دي وبتعمل ايه بالظبط، بسبب فيروسات بدأت تتحور وتصيب البشر بعد ما كانش ليها اي علاقة بالجنس البشري. يا لهوي على سنين السوداء. وايه الفيروس اللي اكتشفه العلماء بالصدفة في جامعتي جونز هوبكنز ونبراسكا وكان صدمة بالنسبة ليهم؟ طب والسؤال الأهم، الأعراض هتبقى زي ما بنشوف في الأفلام كده ولا هيبقى فيه أعراض أفضل شوية من المناظر دي؟ فاستعد بقى عشان الفيديو ده هيخليك تفكر مرتين قبل ما تقول ده خيال علمي، ويا ريت بين مرتين التفكير دول تدوس اشتراك وتكتب كومنت، ولو مش عاوز حاجة من دي اعمل لايك بسيط وسهل وببلاش وفيه كل المميزات اللي تخليك تعمله. ونبدأ بالفيروس اللي اسمه ATCV1. كارجوس فقال له. وده فيروس المفروض انه بيسيب الطحالب، بس الصدمة لما اكتشف العلماء ان 40% من الناس اللي اتعمل عليهم الفحص حاملين الفيروس ده في الأنسجة بتاعت بقهم، والأغرب ان الناس المصابين بقى عندهم بطء في معالجة المعلومات البصرية وتأخر في الاستجابة بنسبة 10%. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ وده نوع من الديدان معظم الستات عارفينه، لانه لما بيجي للست الحامل بيعمل لها اجهاض للجنين، وده بيبقى بسبب القطط المنزليه او القطط عموما. وهو انه بيصيب البالغين وبيبدا ياثر على الشبكه العصبيه صحيح بشكل طفيف، لكنه بيأثر على ردود الافعال فبيخلي الناس اقل خوفا واكثر ميولا للمخاطره. انا حفرتك لك دخلي موتك. وهنا الظن جه انه بسبب تاخير الاستجابه للوصول للمخ، والكلام ده لسه قيد البحث احتراسا لا يكون في حد هنا بيفكر يبلع له 2 على الريق ولا حاجه. فيقوم العلماء ويحبوا يتاكدوا فيجيبوا فئران ويخلوا نصهم مصاب ونصهم سليم ويحطوهم الاثنين مع بعض في متاهه، فيلاقوا ان الفئران المصابه خدت وقت اطول في المتاهه عن السلام، ويلاقوا المفاجاه بقى ان الفئران المصابه بتتحرك باتجاه القطط مش بتجري منها. ده غير ان في انجذاب كبير للفئران المصابه لبول القطط. بول ايوه. وده يدل برضه على بطء الاستجابه بطريقه تؤدي للوفاه. لا بقى انت عمال تدخل الفيروسات على ديدان ومش عامل اي حساب للمناعه، جرى يا جدع انت. ما هو بالراحه وهقول لك، انت تعرف ان التوكسوبلازما دي من الحاجات اللي بيصعب على الجهاز المناعي التعرف عليها؟ والله زي ما بقول لك كده بتسرح جوه الجسم وكانها عزبه ابوها. وده أقرب الاحتمالات لوجود زومبي في المستقبل، وهنا إن أعراضه شبه أعراض الزومبي، عيون مبرقة وعضعضة وعدواني، فالفيروس ده بيتنقل لسه عن طريق العض، لكن العلماء متوقعين له التحور في المستقبل وإنه يتنقل عن طريق التنفس زي الإنفلونزا. تخيل أنت بقى كده إن السعار ممكن يتنقل عن طريق التنفس. وفي فطريات بتأثر على الحشرات، فبدأت مؤخرا الفطريات دي تتكيف مع درجات الحرارة، فبالتالي العلماء بيحذروا إن ممكن الفطريات دي تأثر على البشر في المستقبل القريب كمان، زي فطر الكانديدا أوريوس اللي بدأ فعلا يصيب البشر وبيعمل تعفن للدم والتهابات حادة تؤدي للوفاة. طب ايه بقى الاختلاف ما بين الواقع العلمي والخيال؟ وهو إنه صحيح الفيروسات تقدر تغير في سلوكنا وأفعالنا، وده بسبب تفسير علمي بسيط، وإنها تدمج الحمض النووي بتاعها ال DNA بالحمض النووي البشري بتاعنا، فبالتالي ومع الوقت السلوك والتصرفات بيتغيروا. بس التصور بقى بتاع الخيال العلمي مش صح، لأن الشخص بعد ما يموت الفيروس مش هيبطأ من عملية التحلل وبعدها ينشط جذع المخ، فبالتالي الكلام ده بلح لأن مفيش إثباتات على إعادة إحياء الموتى. طب ما احنا بنشوفهم في الافلام بيبقوا متحللين وطلع 3 عين امهم ومع ذلك عايشين، اكيد في اثبات للتفصيله دي. أنت صح، وإن في مرض اسمه نيكروتايزنج فاشيايتس، وده عدوى بكتيرية بتاكل طبقات الجلد العميقة والعضلات، عشان كده تسمى المرض بأكل اللحم. وممكن لو الحالة ما اتعالجتش بتحول لون الجلد للون الأسود فبيبقى شبه الزومبي فعلا. عرفت بقى الربط جه منين؟ طب ايه النظرة المستقبلية بقى للأمراض دي؟ وهو إن استمرار تحور الفيروسات ومقاومة بعض أنواع البكتيريا للعلاجات وتطوير الفطريات نفسها في درجات حرارة مختلفة ده ممكن يظهر مرض جديد يأثر على السلوك البشري، وده اللي كان بيحذر منه العلماء. لدرجة إن الجيش الأمريكي في 2011 أعلن عن خطة لمكافحة الزومبي اسمها مكافحة هيمنة الزومبي، وهو تجهيز الجيش لهذا السيناريو المحتمل، وده عن طريق 3 خطوات. الأولى الحفاظ على محيط دفاعي لحماية المدنيين،
ثانياً إجراء عمليات للقضاء على الزومبي من قبل الجيش نفسه. ثالثاً مساعدة السلطات المدنية في إعادة القانون والنظام. رابعاً ودي من عندي، إحنا طلعنا متأخرين قوي. وفي النهاية أحب أنوه على إنه يثبت علمياً إن التغير في سلوك البشر بيبدأ بالكسل في الاشتراك على القناة أو كتابة كومنت تشجعني فيه، ولو الحالة بتتدهور هتوصل إن أنت كمان تستخسر فيا اللايك. وبس.